السلام عليكم واهلا بيكم في الهواري والخلاصه وبالمختصر المفيد ومن غير تعقيد. نبدا الحلقه على بركه الله. النهارده يعتبر يوم ما طلعلوش شمس على اسرائيل من كل الكوارث اللي بتتحدف على دماغنا. النهارده نتنياهو بيستغيث بماما امريكا وبيقول لها الحقيني يا ماما امريكا السيسي هيكون، وبيضغط على ترامب وبيضغط على امريكا عشان تضغط على مصر انها توقف الحشد العسكري اللي بتعمله في سيناء. وخلي بالك انت هنا قدام تهمه اسرائيل بتتهمك بيها رسمي قدام العالم، انك بتخرج اتفاقية كامب ديفيد، التوسع بتاعك وحشد الجيش بتاعك ونشر المعدات التقيلة في سيناء. اولا ده كلام ناس مجانين وما يمشيش على الجيش المصري ولا حتى يخيل على المصريين. احنا دلوقتي قدام سؤال، هو ليه نتنياهو بيقول لترامب وبيضغط على امريكا عشان تخلي الجيش المصري يخف من الحشود العسكرية بتاعته في سيناء؟ نتنياهو بيعمل كده وعايز الجيش المصري يخف الحشود بتاعته في سيناء عشان يبرطع زي ما هو عايز في غزة ويضغط على المدنيين في غزة ويدفعهم على الحدود المصرية ويخشوا سيناء في غياب الجيش المصري. ناصح انت كده يا نتن. اما من ناحية مصر بتحشد قوات في سيناء، خلينا اقول لك فعلا مصر بتحشد قوات في سيناء وبتنشر اسلحه تقيله جدا ومعدات متطوره جدا ومنظومه دفاع جو وصواريخ، بس ده مش عشان تحارب اسرائيل، عشان تحمي حدودك وتحافظ على اراضي المصريين وما تخليش نتنياهو يستكمل الخطه بتاعته. واصلا الخطه بتاعت نتنياهو باسرائيل الكبرى المزعومه انهارت، وهقول لك ليه دلوقتي في الفيديو. اما بالنسبه للسبب الثاني لحشد الجيش المصري الجنود في سيناء، فده راجع اصلا لاتفاقية السلام، وان في سيناء قوات حفظ سلام على الشريط الحدودي دي بتراقب اي انتهاكات وبتطبق القانون على اي حد هنا يعمل مناوشات في الشريط الحدودي ده، وده طبقا لاتفاقية كامب ديفيد. طيب دلوقتي الحال ايه؟ ان القوات دي ما بقتش تعمل حاجة ولا حتى هي بتراقب ولا حتى بتصد انتهاكات اسرائيل، وخصوصا بعد توغل اسرائيل في المنطقة دال ونشر القوات بتاعتها في المنطقة دال اللي هي الشريط الحدودي بتاعك او ما يعرف باسم فيلادلفيا. طيب انت عايزني بقى انا كجيش مصري اعمل ايه؟ اقعد اتفرج عليك لحد لما تخش عليا بيتي؟ ناصح انت كده، مش بقول لك كلام غير منطقي بالمرة. طيب ايه كمان منكد على اسرائيل النهاردة ومخليها تلف حوالين نفسها؟ السعودية النهاردة بتقولها كده صريحة، يا إسرائيل مش انت لوحدك الدولة النووية اللي في المنطقة، خصوصا بعد ما أعلن إسلام آباد أو باكستان إن السعودية تحت المظلة النووية الباكستانية، وإن برنامجها النووي الباكستاني تحت أمر السعودية في أي وقت إذا لزم الأمر. يعني إسرائيل اللي كانت بتحارب إيران وبذلت مجهود قدام العالم عشان بس توقع النووي الإيراني وخسرت الغالي والنفيس في الحرب دي، السعودية قالت لها أنا أهو من غير ما أعمل أي مجهود. وخلي بالك الاتفاق اللي حصل بين السعودية وباكستان ده اتفاق شامل. عارف يعني ايه اتفاق شامل؟ يعني في اي حال من الاحوال او اي اعتداء على اي دولة فيهم التانية تخش معاها على طول. وده مخلي نتنياهو مش عارف ينام، لان حلم اسرائيل الكبرى بتاع نتنياهو بيتبخر كده قدام عينه في يوم وليلة، لان اسرائيل الكبرى المزعومة من قبل نتنياهو بتتطلب جزء من السعودية او جزء من اراضي السعودية. فانت النهاردة السعودية بتقولك لو راجل قرب عند الاراضي بتاعتي، فانت النهاردة كل دول الخليج قلقانة من التصرفات بتاعت نتنياهو، عشان كده كل دولة بتحصن نفسها. ده حتى الدول الغربية قلقانة من تصرفات نتنياهو، لدرجة ان ترامب قال له لا انت ما ينفعش الكلام اللي بتعمله ده في الشرق الاوسط، انت لازم تتعهد قدامي دلوقتي انك ما تضربش قطر مرة كمان. فالنهاردة اسرائيل بتخسر دول كتير من دول الخليج، وخلينا اقول لك في المستقبل القريب اعتقد ان دول الخليج قد تفسخ او تلغي اتفاقيات التطبيع اللي بينها وبين اسرائيل. وخلينا اقول لك ان قبل كده السعودية اشترطت عشان تقيم علاقات مع اسرائيل وتطبع مع اسرائيل لازم اسرائيل تعترف بقيام دولة فلسطينية واقامة دولة فلسطين. بس خلينا اقول لك دلوقتي بعد المعاهدة مع باكستان انسى ان السعودية تطبع اصلا مع اسرائيل، وادي تاني حاجة او تالت حاجة بتخلي حلم نتنياهو باسرائيل الكبرى يتبخر. طيب ايه كمان النهاردة منكد على اسرائيل؟ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ده بيخرج منه حاجات اعتقد انها ما بتخرجش من القادة العرب تجاه القضية الفلسطينية، وليه تصريح النهاردة اعتقد ان انا شايفه الافضل، واعتقد كمان ان هو يقصد بيه رسالة معينة للامريكيين بشكل عام. بيقول ايه؟ بيقول لامريكا وللشعب الامريكي بشكل عام ما ينفعش الضرائب اللي انتوا بتدفعوها امريكا تستخدمها في تمويل النوع ده،
وهو هنا يقصد بالنوع ده تمويل اسرائيل بشكل عام، وكأنه بيسخن الشعب الامريكي على الادارة الامريكية. واصلا في بعض من الامريكيين مش راضيين على اللي بتعمله اسرائيل في غزة. ويا ريت فرنسا بتيجي لحد هنا وتسكت، لا ده كمان وزارة الخارجية الفرنسية استدعت كوشنر وقالت له اتفاقية فيينا لعام 1961 تحظر التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. فانت يا عم كوشنر خليك في السياسة الامريكية بتاعتك ومالكش باللي بيحصل. ده غير ان الرئيس ماكرون هيعمل عظمة بكرة الموافق الاثنين في الجمعية العامة للامم المتحدة، وبيستعد للاعتراف واقامة دولة فلسطينية حرة مستقلة. وده فين؟ في الجمعية العامة للامم المتحدة. عشان كده بقول لك الراجل ده بيخرج منه حاجات بصراحة انا شايفها استثنائية. وبرضه ما ننساش الفضل في تغيير فكر الراجل ده، لانه قبل ما يزور مصر هنا والرئيس السيسي يستدعاه عشان يزور مصر هنا ويوديها عند معبر رفح، الراجل ده كان فكره مختلف شوية والايديولوجية بتاعته مختلفة شوية. اما بعد الزيارة دي اللي عملها مع الرئيس السيسي الراجل ده اتحول 180 درجة، فشابوه للسيسي. وخلينا ازيدك من الشعر بيت، مش فرنسا لوحديها اللي هتعترف بفلسطين بكرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بريطانيا، استراليا، البرتغال وكندا، الدول دي برضه هتعترف بفلسطين بكرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ده بقى عامل خلل كبير جدا في الداخل الإسرائيلي، لدرجة ان رئيس الوزراء السابق اللي هو لبيد يائير بيوصف نتنياهو وحكومة نتنياهو ان هي حكومة فاسدة ومش كفء، وان الحكومات الكفء ما كانتش هتخلي ان الدول دي تعترف بفلسطين، وان دي اسوأ حكومة جت على اسرائيل. فالخلل والاختلافات في الشأن السياسي الداخلي لاسرائيل متزايد جدا في الوقت الحالي. وخلينا اقولك ان بعد اعتراف الدول دي بدولة فلسطين وقيام دولة فلسطين، ده هيعمل ازمة كبيرة جدا وعالية جدا مع نتنياهو ومع اسرائيل بشكل عام. لان نتنياهو بعد ما الدول دي تعترف بفلسطين هيطلع تاني يوم او تالت يوم ويقعد بقى يقول ان الدول دي معادية لاسرائيل ومعادية للسامية، ومن هنا هتبتدي الازمة. عشان كده بقول لك النهاردة يوم ما طلعلوش شمس في اسرائيل، ونتنياهو بيلف حوالين نفسه ومش عارف حتى يغمض له جف. اصل شوف، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ربنا قادر على كل شيء وقادر يقول للشيء كن فيكون، زي ما هيحصل بكرة ان شاء الله، وكل الدول دي تعترف بقيام دولة فلسطين. وكأن ربنا بيقول لحماس خدوا انتوا والشهداء والناس اللي واقفة على الارض وبتقاوم مكافأة مني. وفعلا من وجهة نظري ان دي اكبر مكافأة خدتها حماس لما دولة زي بريطانيا العظمى اللي هي الصديق المقرب لأمريكا تطلع تعترف بدولة فلسطينية قدام العالم كله. الله أكبر. طيب آخر حاجة عايز أختم بيها الفيديو معاك متعلقة بالشأن القطري. قطر النهاردة بتطالب نتنياهو باعتذار رسمي قدام العالم عشان تكمل في المفاوضات اللي شغالة بين حماس وإسرائيل. أنا هنا بصراحة سايب الإجابة ليك في التعليقات. هل فعلا نتنياهو هيطلع يعتذر لقطر، ولا هيعمل ودن من طين وودن من عجين وهيقول لقطر انا مش شايفك اصلا؟ اكتب الاجابة في التعليقات. ولحد هنا عشان ما اكونش طولت عليك استودعكم الله، واستنوني في فيديوهات جاية ان شاء الله كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.